صح. طب يا دكتور أنا في بقى جزئية وهننتقل ليها، ودي برضو هعتبر إن دي امتداد لكل اللي فات، وهي فكرة الشراكة. أنا ومحمد ومحمود ومصطفى وإبراهيم وزين وعبيد وكلنا اجتمعنا عشان خاطر نعمل مشروع. هل أصلا الشراكة شيء مفيد؟ هل وأنا عندي موضوع مشروع، هل أو فكرة مشروع، لازم أبدأ أدور أو أبحث عن شريك مناسب، ولا لأ إن أنا أبدأ لوحدي ده الأفضل؟ طيب هو السؤال الأهم الأول هنا، مم. هو أنا محتاج شريك فعلا ولا لأ؟ مم. طيب أنت، أصل هنا مفيش عاطفة مع البيزنس، إحنا قلنا قبل كده. أنت النهاردة بتقول أنا أبدأ لوحدي، أصل أنا خايف، أصل أنا مش عاوز أبقى لوحدي. لا، ما ينفعش. أنت بتختار شريك عشان أنت فعلا محتاج شريك. أنت محتاج شريك ليه؟ هل محتاج شريك عشان أنت ناقصك تمويل؟ إحنا اتكلمنا قبل كده في مسار التمويل. طب هل أنت محتاج شريك عشان أنت مثلا ما عندكش خبرة إدارية فمحتاج حد يدير معاك المشروع؟ طب أنا محتاج شريك وأنا بدير كويس وعندي خبرة إدارية بس ما عنديش خبرة فنية. يعني مثلا جيت أعمل مشروع مثلا مستحضرات تجميل مثلا، وهعمل قطاع مثلا فيها خاص بالميك اب ومستحضرات البشرة وكده، وأنا ما عنديش خبرة فنية في التكنيكال يعني بتاع المشروع. هل أنا محتاج حد عنده خبرة فنية فأضيفه معايا وأدخله معايا المشروع علشان أنا يفيدني منه إن أنا أقدر أقوم المشروع بتاعي ولا لأ؟ هو ده اللي بيفرق، يعني لما انا بدور على اللي انا محتاجه واللي عنده خبره فيه. بص، هو مش بالظبط كده. خلينا متفقين ان الشراكه عامله زي الجواز. عقد بيفضل بين اتنين طول ما الشركه دي شغاله او طول ما الشراكه دي شغاله. هل ينفع اي حد معدي ناخد عليه الجواز؟ لا اكيد لا. اكيد لا طبعا. فبالتالي انت بتختار انت محتاج ايه من الشريك. لازم تشوف الاول انت والشريك ده تدرسه، وتدرس مبادئه وقيمه واخلاقه، هو زيك ولا لا؟ هل هو شبه افكارك ولا لا؟ انتوا شبه بعض في ايه؟ ما ينفعش اجيب حد انا مختلف عنه واشاركه، وبالتالي اكيد قدام انا هفشل او الشراكه دي هتبقى فيها مشاكل. طب دكتور، يعني بنشوف وده بنلاحظه كتير جدا، نلاقي مثلا الشراكه كل الامور تمام والشركه بتكسب مش بتخسر، ومع ذلك برضو في مشاكل. عاوزه اقول لك ان دي حقيقه كتير. بيفهموا ان مثلا طالما الشركه شغاله هو مفيش مشاكل. بالعكس، هو لما الارباح بتزيد بيبقى في مشاكل اصلا. ليه بقى؟ لان بتلاقي ناس الشركاء يعني بيبقوا عندهم طبعا لو الشركه خسرانه وفي مشاكل بتلاقي كل واحد مهموم وحزين وواحد بيدور انا هلم خسارتي منين وهعمل ايه وكده. لكن الشركه شغاله وبتكسب، تبدا تلاقي الناس بتتغير وبتطلع. النفوس بتتغير طبعا. فيبدا تلاقي هنا وقتها بيقول لك مثلا هو انا ده ليه فلان نصيبه اكتر من فلان مثلا، ده طلعت نسبه ارباحه اكتر مع ان انا شايل مسؤوليات اكتر منه. يطمع. لا، يبدا يقول لك ده انا غلطان، ده انا اصلا توزيع الارباح من الاول ده ما كانش صح، ده انا غلطت في النقطه دي. لا 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 لا، انا عاوز اراجع نفسي تاني مع ان الشركه شغاله وبتكسب. يلا نفنط الكوتشينه من الاول. يلا، ما هو ده يخسر الشركه. طبعا يخسر الشركه بشكل كبير. طب في نقطه بقى، والنقطه دي صراحه انا بعتبرها هي نقطه حساسه جدا جدا جدا، وهي فكره ان انا وانا بروح اشارك فشارك اخويا، شارك ابويا، شارك حماية، شارك صاحبي في البيزنس بتاعي، او بلاش صاحبي، خلينا نتكلم على الاهل عموما، اي حد من اهلي في البيزنس. طيب خليني اقول لك في الحته دي، يعني غالبا لو الشراكه دي انتهت بخساره فانت كده كده بتخسرهم طبعا. فلازم تبقى حاطط البنود من الاول، انت اتفاقك انت هتعمل ايه معاهم. طب السؤال بقى اللي جاي هو اني خلاص انا محتاج شراكه، فازاي اقدر احجم مشاكل الشراكه؟ ازاي اقدر اتغلب على مشاكل الشراكه، خصوصا ان انا محتاج شريك عشان التمويل مثلا؟ طيب هو اهم حاجه العقد شرعي في المتعاقدين. تمام. لازم تتفق على بنود عقد. طالما اتفقت ان انت تدخل شراكه يبقى لازم تحط بنود عقد. بنود عقد. تتفق على كل حاجه، مين هيبقى مسؤول عن ايه ومين هيعمل ايه، علشان ما نختلفش، عشان حتى في حاله الاختلاف يبقى في حاجه بنرجع لها. طب لو تقدري تقولي لنا كده في عجاله شروط العقد بين الاثنين، في عجاله بسيطه كده. يعني بعض مثلا شروط يعني او بنود عقد مثلا الشراكه، ان طبعا الاول حاجه بتبقى موضحين مين هم الشركاء، اسمائهم وعناوينهم، طبعا موضحين تاريخ الشراكه امتى، موضحين مثلا في عقد الشركه ان ايه الغرض من الشركه، كنا بنعمل منتج او خدمه معينه، غرض الشركه عموما. بنوضح برضو في عقد الشراكه الاسهامات الماليه لكل شريك. الاسهامات الماليه لكل شريك، كل واحد مفروض انه يحطه قد ايه. وكمان الاسهامات الغير ماليه، يعني في حد بيبقى داخل باسهامات ماليه بفلوس، وفي حد بيبقى داخل باسهامات غير ماليه اللي هي الخبرات. وكمان النسبه لكل شريك.
ولو هل في اسهامات في المستقبل ملتزم بيها الشريك انه يحطها ولا لا. ده كمان طبعا ده عقد مهم جدا من بنود الشراكه. طب لو انا وهو اختلفنا في وجهات النظر، هو عنده وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر تانية، فهل ده نقدر نرجع للعقد فيه؟ احنا قلنا العقد شريعه الموطن، طبعا لازم نرجع للعقد. لو انا اختلفت انا وهو في بعض النقط، احنا متفقين في العقد مين اللي هيدير، مين اللي عند الخلاف رايه هيمشي، ايه حدود صلاحيات المدير اللي هيدير ده. ده كل ده لازم يكون واضح. طبعا لازم يكون واضح جدا، لان ناس كتير بتختلف، لا انا اللي رايي هيمشي، احنا متفقين في الاول في بدايه العقد ان انا لازم اقول مين اللي مسؤول. طبعا انا بلاقي ارشح ان الاداره يبقى فيها اكتر من واحد، لان مركب الرسام بتغرق، بس ما يمنعش ان مثلا لو انت حد عنده عايز يشتغل في الاداره، فيبقى مثلا في جزء في الاداره هو بيشتغل فيه. مثلا انت بتفهم في التسويق، فمثلا خلاص ياخد قطاع التسويق. انت بتفهم مثلا في الاداره الماليه، فماشي انت ممكن تاخد الاداره الماليه. لكن في النهايه الراي الواحد بنتفق. طب يا دكتور، انت يمكن النقطة دي انت ذكرتيها في البداية، وقلتي ان الناس بتبقى فرحانة اول ما الشركة تشتغل، وفي الغالب بيبقى مثلا ممكن يكون في ارباح ومكاسب بتزيد، فكلنا بقى بنبقى ممكن نطمع زي ما انت قلت. فلما يبقى في طمع من شريكي، المفروض ان انا اتعامل معاه ازاي؟ انا قلت لك طبعا في الاول كلنا بنبقى فرحانين ومبسوطين، وانت اخويا وانت حبيبي، واحنا الفكره فكرتك واحنا في ظهر بعض ودي حاجتنا سوا. بس في الاخر اول ما بتيجي تلاقي في ارباح، ومثلا ايه ده بياخد نسبه اكبر مني ليه؟ ايه ده هو مش قال انا زي اخويا؟ هو طبعا بتبقى جمل عاديه، مثلا مصطلحات حماسيه واحنا زي بعض، يجي حد ياخد الجمل دي على محمل الجد. طب هو ايه ده، هو مش شايفني زي اخوه فعلا؟ هو ايه ده مش مفروض نتقسم النسب دي بالعدل؟ مش هو قال الفكره بتاعتي زي فكرته؟ فاحنا قلنا هنا علشان ما نقعش في الفخ ده، العقد شريعه المتعاقدين لازم قبل ما تدخل شراكه تعمل عقد وتوقع عليه. طب ولو نحط فيه طبعا كل البنود. طب انا لو زي ما قلت لك هو طمع بقى، ايه الحل؟ المفروض ان انا اول حاجة ألجأ ليها اعمل احنا بنرجع هنا بقى، احنا طبعا في بنود العقد بنحط عند الاختلاف ايه اللي بيحصل. لو في نزاعات، ايه الجهه المختصه بفض النزاعات؟ ما هو هترجع وتقول هو العقد بنبقى كاتبين فيه كل حاجه، نقط الاتفاق والاختلاف برضو اللي انا لازم ارجع لها. لو انا مش حاطط الاتفاق والاختلاف، هو اسمه بقى عقد ازاي؟ صح، اسمه بقى عقد ازاي؟ الحقيقة الكلام عن البيزنس يطول ويطول ويطول، والكلام مع حضرتك ممتع وللغاية، واعتقد ان اسئلتنا لسه مستمرة واسئلتنا كتيرة، ويعني انت شرفتينا ونورتينا ربنا يخليك. وخليني ناخد من كلامك واقتبس واقول للناس المقبلين بقى على المشاريع، هي الدراسة شيء مهم جدا، المعرفة والوعي قبل القدوم على اي خطوة في حياتك عموما ده شيء مهم. تخيل بقى لما يكون راس مالك وفلوسك اللي هي ممكن تكون وكل ما تمتلك من الدنيا، لازم تكون واعي، لازم تكون مدرك، ما ينفعش تتسرع، ولازم تستنى حلقات تانية كتير على بودكاست افهم بيزنس.